هاي، هلو، أهلا بيكم، السلام عليكم. بصراحة أنا مبسوطة قوي إن دي أول حلقة أشارك بيها بصوتي الحقيقي من غير مجاملة، من غير ورق، من قلبي كده على طول. أنا حاليا عايشة في ألمانيا، وده اداني مساحة إني أفكر أكتر، أفهم نفسي أكتر. ألمانيا بلد منظمة، هادية جدا، بتعلمك إن كل حاجة ليها وقتها، إن الشغل شغل والراحة ليها وقتها. الإنسان أما يهدى يعرف يسمع نفسه كويس. طبعا يعني مش هتكلم عن السلبيات، يعني أي بلد فيها إيجابياتها وسلبياتها، لأن ده مش بيتناسب خالص مع حلقتنا وعنوان حلقتنا إن هو حاجة بتتكلم عن إيه؟ عن السعادة. هتكلم عن كل حاجة إيجابية في الحلقة دي. أنا بؤمن جدا إن السعادة مش لحظة كده فجأة تحصل، لا، السعادة دي طريقة حياة، طريقة تفكر بيها كل يوم، تعيش اليوم بيوم. في كتاب عربي جميل اسمه فن السعادة، في جملة دايما كانت بترن كده يعني جوايا، أو على طول كنت فاكراها، كانت بتقول السعادة لا تأتيك من الخارج، السعادة شيء تنشئه أنت من الداخل. بمعنى إن مفيش حد هيجي يخبط يقولك هاي ممكن أفرحك النهاردة، لا، دي حاجة أنت بتشوفها جواك، ما مستناش حد يجي يقولك أنا هساعدك النهاردة. دي حاجة أنت مقرر، هي مجرد قرار، أنا قررت إن أنا أكون سعيد، فحاجة بتكون من جوه قوي. يعني في حاجة في اللغة الألمانية بتقول Lebensfreude، يعني بهجة الحياة، بهجة اللحظة، يعني بهجة الحياة كلها وقت ما نتقبلها زي ما هي. يعني السعادة بالنسبة لي دلوقتي إن أنا أصحى من النوم الصبح راضية، الحمد لله، الحمد لله. مش لازم تكون مبسوط 100%، لكن راضي. يعني الفرق اللي بيميز شخص عن شخص إن هو راضي، مش عشان واحد عنده حاجة والتاني لأ، لأ، ده راضي والتاني لأ. ساعتها هو ده اللي مبسوط والتاني لأ. ساعتها أبقى عارفة إن أنا راضية، وعارفة إن أنا ماشية خطوة خطوة، تعيش اليوم بيوم. كان في حاجة تانية، فكرة إن أنا أسيب الحاجة كده على ربنا، وإن أنا أتكل عليه. ساعتها الحاجة بتيجي زي ما هي، وبتيجي أحسن كمان من لما أنت بتتوقعها. دي حاجة إن هي يعني تدبير ربنا. فكرة التخلي ده أصعب درس اتعلمته في الدنيا، بس فعليا أجمل درس. بس هو يعني اتعلمته بوجع شوية، بس زي ما احنا اتفقنا احنا مش هنقول حاجة سلبية خالص، كل تفكيرنا إيجابي، حلقتنا كلها إيجابية. في حاجات فضلت ماسكة فيها بالشهور لحد ما فهمت إن ربنا مش كاتبها لي، وإن اللي مكتوب هيجي. كان في كتاب افتكرت دلوقتي اسمه لا تحزن. الكتاب ده كنت أنا صغيرة وجايين من مشوار البحر، بما إني اسكندرانية. الكتاب ده كان للدكتور عائد القرني. كانت مامتي ماشية، وكان في راجل فارش كتب كده في الأرض، وكانت بتشوف الكتاب ده وبتقول أنا عاجبني الكتاب ده قوي، لحد فعلا ما اشتريته. وكان هي على طول متعودة إن هي تقرأ بالليل قبل ما تنام لحد ما يغلب عليها النوم. كان في جملة في الكتاب ده بتقول ما مضى فات وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى. يعني اللي فات مات، خلاص انتهى. على فكرة الكلام ده أنا يعني أحب أسمعه أنا قبلكم كمان. يعني فكرة إيه لما حد يتكلم معايا خلاص بقى، خلاص اللي فات مات، ما تفكريش في اللي فات، عيشي النهاردة. النهاردة حلو جميل، ولو الشمس طالعة النهاردة افرحي، ولو الدنيا بتمطر والدنيا شتاء اتدفي وافرحي اتبسطي. اللي فات مات. كان في حتى مرة بوست على الفيسبوك، وما أكثر البوستات لجلال الدين الرومي، كان بيقول لا تبكي فكل ما تفقده سيأتي غيره. أنا فعلا حسيت بالكلام ده قوي لما سبت حاجات كانت بتوجعني، ولما فتحت إيدي ربنا بعتها مليانة. اللهم لك الحمد.
في ألمانيا اتعلمت حاجة محدش قالها لي قبل كده، إن الصبر مش إنك تستنى الحاجة، الصبر إنك تفهم ليه هي بتتأخر. في كتاب اسمه رسائل من القرآن لأدهم الشرقاوي، كنت قارياه أيام مصر. في جملة عميقة قوي، جميلة قوي: ما تأخر عنك إلا ليأتيك أجمل مما تتخيل. فده برضه بيثبت الكلام اللي أنا بقوله، كل ما الحاجة اتأخرت كل ما الحاجة بتيجي وبتيجي بشكل أحلى من اللي احنا متوقعينها أو متخيلينها كمان. وزي ما بيقولوا إيه، الصبر حكمة مش ضعف. عندهم مثل ألماني هنا يقول جدولت اسمخت، الصبر قوة. أنا شخصيا اتعلمت إن التأخير مش عقاب، ده ترتيب، وإنك لما تسيب الأمور كده على راحتها هتيجي في الوقت اللي يناسبك مش الوقت اللي في خيالك. ويعني أنا زي ما بقول، يعني الواحد شاف في ألمانيا هنا مواقف وحاجات كتير. يعني في حاجة مثلا من ضمن الحاجات، في حاجة برضو محدش علمها لي زمان، إن الراحة حق، وإن الشغل ما ينفعش إن هو ياكل من حياتك. كان في كتاب عربي اسمه البداية من جديد. الكتاب ده بمناسبة الكلام اللي أنا بقوله بيقول في جملة برضو مؤثرة جدا، بتقول العمل عبادة لكن الراحة نعمة، ومن ضيع النعمتين تعب. يعني ولا عنده عمل ولا عنده راحة، هو تعبان بس. وبرضو اللي عنده عمل من غير راحة برضو تعبان، واللي عنده راحة من غير عمل برضو تعبان. فالاتنين مع بعض هيعملوا حتة التوازن اللي أنا بتكلم عليها. حتى في هنا في ألمانيا مثل ألماني أونا غوا كاين كرافت، فمن غير راحة مفيش قوة. فالتوازن ده مش رفاهية، ده ضرورة. لأن لما تريح عقلك انت بتبتدي ان انت تدي مساحة لقلبك عشان تسمعه. يعني في النهاية عايزة أقول لكل حد بيسمعني إن السعادة ده مش حلم بعيد، ده قرار إنك تتخلى عن اللي بيوجعك، تصبر على اللي جاي. تصبر كده صبر أكنك في رمضان صايم وعارف إن لما الأذان يدن هتاكل كل اللي نفسك فيه، وتعيش بتوازن يحافظ على روحك. ده مهم جدا. بشكر كل حد بيسمعني من أول حلقة ليا. بوعدكم وبوعد نفسي إن كل حلقة هتكون أعمق وأصدق وأقرب. مع السلامة.